الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ آخر الشهر والميزانية في ذمة الله، شتاء والجو تلج ومحتاجين حاجة تدفينا. هي أكلة واحدة اللي بلجأ لها في الحالات دي، كوباية رز وبطاطساية، وبتعملي أحلى غدا يأكل البيت كله وبيدفي ومشبع جدا. لو عندك أطفال صغيرين لسه بيبدأوا ياكلوا، عارفة المخدر؟ هي دي المخدر بتاعهم، بياكلوها ويناموا من كتر ما هي مشبعة وبتدفي. تعالي نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. معايا هنا صدر فرخة واحد، وصدر الفرخة هنا مش أساسي خالص. الأكلة أصلا بتتعمل من غير فراخ ومن غير لحوم، بتتعمل بالبطاطس بس أنا حبيت أزود عليها، يعني حطيت صدر فرخة بتقطعيه مكعبات صغيرة. أنا قطعته شرايط كده زي الستريبس، وبعدين خدته مكعبات صغيرة خالص. الأكلة دي يا جماعة اسمها المدفونة تقريبا، على ما قريت عنها يعني اسمها المدفونة. بتتعمل بالبطاطس وممكن تتعمل كمان بالكوسة. بس كده قطعي بالحجم ده عشان تستوي مع سوى الرز. معايا كمان حبتين من البطاطس، بقشرها عادي جدا وبقطعها برضو مكعبات صغيرة قد مكعبات الفراخ. وزي ما قلتلك الأكلة دي ممكن تعمليها بالبطاطس وممكن تعمليها بالكوسة. هقطعهم بقى، بتقطعيها ترنشات زي بتاعة صينية البطاطس، نفس المقاس ده عشان تلحق تاخد سوى الرز وفي الوقت نفسه ما تتهريش. قطعت البطاطس، هحطها بقى في ميه لحد ما اجي استخدمها، وضروري جدا تحطيها في ميه. بحطها في ميه بس من الحنفيه، ما بحطش فيها خل ولا ملح ولا اي حاجه، عشان تنزل النشا اللي فيها وما تعجنش معايا في الاكل. معايا بصلايه متوسطه وهقطعها بايدي كده، مش هحطها في الكبه، انا عايزاها مكعبات كبيره زي مكعبات الفراخ ومكعبات البطاطس. طاسه سخنه على النار بقى، وهنحط شويه زيت وحتتين زبده حلوين كده، وهحط عليهم البصل. انا مش عايزه احمره، انا عايزاه بس يدبل معايا كده عشان يدوب في الرز ما يبقاش واضح. وزي ما قلتلك قطعيه على ايدك كده مكعبات كبيره. اول البصل ما بتدوب بحط عليها مكعبات الفراخ وبشوحها مع البصله. بعد ما بتشوحيها كده وتبدا تاخد لون معاكي، بتنزلي عليها بقرن فلفل اخضر، ممكن تحطيه رومي ممكن تحطيه حراق، رشه فلفل اسمر بقى، ورشه بابريكا. وهي دي التوابل اللي بستعملها، ما تحطيش اكتر من كده. عايزه تحطي كمون حطي، عايزه تحطي اي بهارات تانية براحتك، بس انا بنصحك ما تحطيش اكتر من الفلفل الاسمر والبابريكا. معايا فصين توم كبار مهروسين هحطهم عليها، برضو التوم بيديها ريحه حلوه جدا وغناوه في الطعم كده. قلبي بقى لحد ما تحمصي الفراخ مع البصل وتبدا تلون معاكي. وبعد كده هحط البطاطس اللي قطعناها، وبرضو بديها تقليبه كده لحد ما تشرب من طعم كل الحاجات دي. هنزل عليهم بطماطميتين متقطعين مكعبات صغيره برضو. قلبي بقى لحد الطماطم دي ما تدوب وتنزل المية اللي فيها عشان تساعد على تسوية الفراخ والبطاطس. هحط كمان كوباية واحدة بس من عصير الطماطم، دي طماطم مضروبة في الخلاط ومتصفية، عايزة كوباية واحدة بس عشان تدي للرز لون. في المرحلة دي هحط الملح، أنا بحط نص معلقة ملح كبيرة، الملح حسب رغبتك حسب الطعم اللي بتحبيه، لو بتحبي الملح زايد أو مش كتير. وبعد كده هنزل بالرز. قلبي الرز بقى مع الجمال ده كله وخليه ياخد لون من الطماطم ويتشمع كده على النار. هنزل عليه برشة صغيرة جدا من الكزبرة الخضراء، ممكن كمان تحطي بقدونس بس طعم الكزبرة فيها أحلى. وبعد كده هحط عقد الرز بمية سخنة بتغلي زي الرز العادي. تقلبتين كده بقى، دخلي المية في الرز وبسيبها على نار عالية، لما تبدأ تغلي بوطي عليها خالص زي تسوية الرز العادي. غطي عليها بقى وسيبيها لما تستوي. شايفة الجمال؟ ما خدتش 10 دقايق على النار، كل حاجة كانت مستوية واحنا بنحمصها في الزبدة.
شايفة اللون؟ كل حاجة مع بعضها مستوية مع بعضها واخدة من طعم بعضها. البطاطس شاربة من ريحة الفراخ، والرز شارب من ريحة البطاطس والبصل والفراخ. حاجة كده تحفة. أحلى حاجة بقى في الأكلة دي إنها تتغرف كده بشكل عشوائي في طبق، لا عايزة قالب ولا عايزة حاجة، ومش محتاجة أي حاجة جنبها ولا حتى سلطة. أنا عن نفسي بحب أرش عليها رشة كزبرة خضراء وأعصر ليمون كتير 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 وأكلها. طعمها تحفة جدا لما بتعصري عليها عصرة ليمون حلوة كده وتاكليها. بحب كمان معاها الفلفل الحامي ده، زي ما قلتلك بقى عصرة الليمونة. كل لقمة كده أعصر عليها ليمون بتبقى تحفة. موقفناش 10 دقايق في المطبخ، وحاجة جميلة جدا وتغيير ومختلفة عن أكلنا العادي. ممكن تعمليها مرة في الأسبوع. تعمليها لو راجعة متأخرة من بره مفيش وقت تجهزي حاجات كتير. حلوة جدا، كل حاجة بتحطيها مع بعضها في حلة واحدة والغدا بيبقى جاهز. أنا كل اللي أعرفه عن الأكلة دي إن اسمها المدفونة. لو انتي تعرفي ليها اسم تاني اكتبهولي في الكومنتات. ده يا حبايبي كان الفيديو بتاعي النهاردة. أتمنى الفيديو يكون عجبك وطريقتي في المدفونة عجبتك. لو الأكلة الحلوة دي عجبتك اكتبي لي رأيك في الكومنتات، وما تنسينيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.